الفيديو ده بقى الجزء التاني بتاع ال10 عادات اللي هي بتدمر ميزانية البيت وبتضيع مصروف الشهر. الجزء الاولاني هتلاقوه على القناة، وده الجزء التاني على طول. ده بقية الفيديو، يعني اللي ما شافش الجزء الاولاني من الفيديو اللي هو قبل كده يروح يشوفه على القناة، هيلاقيه اخر فيديو، او انا هسيبه لكم تحت في التعليقات. ما تدوخوش نفسي. يا مساء الخير او صباح الخير على حسب ما بتشوفوني. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا باحسن حال. واللي شافوا طبعا الجزء الاولاني من الفيديو بتاع ال10 عادات اللي بتدمر مصروف البيت، انا هراجع معاكم كده بسرعه الكام عاده اللي احنا قلناهم. اول عاده قلنا الشراء العشوائي، اللي احنا نشتري اي حاجه كده قدامنا من السوبر ماركت. طبعا الكلام ده كله بالتفصيل هتلاقوه في الفيديو. تاني حاجه الاكل الجاهز والمطاعم. تالت عاده او تالت خطأ قلنا ايه؟ قلنا الفواتير المنسيه. ورابع خطأ قلنا العروض الزائفه، اللي هو اشتري 2 وخدي التالتة وانا اصلا ما كنتش عايزه الاولانيه. كل الكلام ده بالتفصيل. وخامس عادة اللي احنا وقفنا عندها اللي هي المظاهر والتقليد، اللي احنا نفضل ايه؟ نشوف بقى المظاهر بقى اللي قدامنا، ونشوف بقى التقليد، ونفضل بقى دي جايبة فستان انا عايزة اجيب زيها، اختي مش عارفة جابت ايه انا كمان لازم اجيب زيها. حد يقول لي انت كل ده مش عارفة باللبس اللي عندك ده ما غيرتوش، او كل ده بالانتريه مثلا اللي عندك، او ايا كان هو ايه. كل دي مظاهر كده على الفاضي. ووقفنا بقى عند ايه بالظبط؟ لو شاطرين كده قولولي، اكتبوا لي تحت في الكومنتات احنا وقفنا الفيديو اللي فات على ايه. مش فاكرين؟ انا هفكركم، انا هساعدكم، ها انتوا حبايبي. بصوا بقى يا حبايبي، قلنا العاده اللي هي الخامسه بتاعت المظاهر. لما قلتلك صاحبتك مثلا جابت شنطه جديده انا كمان لازم اجيب، وقلتلك ان دي عاده خطيره جدا، وقلتلك مش لازم نعيش دايما في مقارنه مع الناس، عيشي على قدك. وافتكري دايما بان من الناس مش دايما حقيقه. هما مش هيجي يقولك دي حقيقتنا، لا، هما بيتباهوا بحاجه غير اللي موجوده اصلا. كل واحد بابه مقفول عليه، محدش يعرف عنه حاجه. فخليكي بقى من الستات الناصحه دي، ان محدش يعرف عنك حاجه. مش كل اخبارك الشارع كله عارفها، الجيران وجيران الجيران والاهل والحبايب لا طبعا مفيش الكلام ده يا غاليه، مفيش. وسادس خطأ او سادس عاده عندنا بنستخدمها غلط، وهي ايه؟ استخدام الكريدت كارد. البطاقه دي عندنا سلاح ذو حدين، بتخلي الشراء سهل قوي بس بتوجع بعدين لما الفاتوره تيجي. استخدمي الكاش في الحاجات اليوميه عشان تحسي بقيمه الفلوس. طبعا لو انت معايا من الاول وعارفه اللي احنا هنمشي بالورقه والقلم واللي احنا ماشيين بنظام، هتعرفي اللي احنا قلنا ايه. هنطلع مثلا 500 او 1000 على حسب المديونيه اللي علينا، على حسب الفلوس اللي علينا عايزه تتسد، فاتوره بقى ميه نت غاز الكلام ده كله، كهرباء ايجار ايا كان. هنطلع 1000 جنيه او 500، شوفي انت المبلغ اللي هتطلعيه كام. وليكن اللي احنا معانا 3000 جنيه، طلعنا منهم 1000 جنيه، بقى معانا 2000. هنعمل ايه بال2000؟ هنمشي ال2000 دول على الشهر، على 4 اسابيع. هنجيب ورقة كده ولا ظرف ونكتب فيه الاسبوع الاول، يبقى كده ال500 بتوع الاسبوع الاولاني، الاسبوع التاني ال500 بتوع الاسبوع التاني، ال500 بتوع الاسبوع التالت، نكتب برضو الاسبوع التالت ونكتب ونحط فيهم ال500. تمام تمام. طيب انا بقى واحده ناصحه كده وشاطره كده وشطوره، وعايزه ايه؟ اعمل من الفسيخ شربات. اعمل ايه؟ بدل ما احط 500 احط 400، واشيل من كل ظرف 100 جنيه. طيب انا شلت من كل ظرف 100 جنيه، احطهم فين؟ اعملي بقى ظرف لوحده كده، خليه للطوارئ، اكتبي عليه الطوارئ، هتحطي فيه 400 جنيه دول. والله يا حد من العيال عي لا قدر الله، هتاخدي من 400 جنيه ده وتصرفي. طيب جالي ظرف اي حاجه، زياره مفاجاه، مش عارفه ايه اي حاجه اتحطيتي فيها ايه، تلاقي نفسك سداده كده وواقفه ايه، وقفه رجاله. تروحي مطلعه من ظرف ب 400 ده، وتروحي ايه؟ رايحه سده اللي انت الظرف اللي انت فيه. طيب انا بقى طلعتي بقى ست بيت شاطره كده ومدبره كده وموفره، وجيت اخر الشهر 400 زي ما هم، انا ما صرفتش منهم حاجه، خليهم زي ما هم في الطوارئ، حطيهم على 400 تاني الشهر اللي جاي تاني. وبعدين في الفيديوهات اللي جايه هقولك هنعمل بيهم ايه، بس هقولك على حل ليهم تحفه تحفه تحفه.
هتنبهري فعلا بيه. مش هطول عليكم بقى وندخل على الخطأ السابع او العادة السابعة، اللي هي ايه؟ اللي هي يا اختي يا حبيبتي يا صاحبتي، اللي هي التسالي والمشروبات. المشروبات اللي بنشربها بقى بره، والتسالي بقى اللي انتوا عارفينها بقى، اللي هي ايه؟ العصاير الجاهزة، القهوة من بره، الشيبسي، الشوكليت بجميع انواعها. حاجة بسيطة جدا، بس ايه؟ بس لما تجمعيها على بعضها بتعمل رقم كبير جدا في الشهر. جربي تجهزي كده الحاجات دي في البيت، جربي تعملي الشوكولاتة دي في البيت، جربي تعملي العصاير دي في البيت، القهوة دي في البيت. عارفين القهوة النهاردة بسعر النهاردة في كلية الآداب في الكافيتيريا بتاعتها ب95 جنيه. الفنجان بتاع القهوة ب95 جنيه في كلية الآداب النهاردة بسعر النهاردة الخميس اهو. كام؟ 11 كام؟ النهاردة 13/11 عاملة 95 جنيه. طيب احنا يعني معقولة هنروح نجيب الحاجات دي من بره واحنا اصلا عارفين ان الدخل اللي جاي يا دوبك على قد اللي رايح؟ فطبعا كل الحاجات اللي هي تتجاب من بره لا ما تجيبهاش، والا لو عايزه تجيبيها يبقى يعني مره في الشهر كده. الفشار ممكن تقدري تجيب 5 جنيه تعملي فشار في البيت وهيرمي معاكي ويبقى زي الفل. في فنكوش برضو تقدري تجيب 5 جنيه فنكوش وتعمليه في البيت وهيرمي معاكي يبقى زي الفل. الشوكولاته تقدري تجيبي يعني مثلا كوبايه كاكاو او نص كوبايه كاكاو على نص كوبايه لبن على معلقتين لبن بودره او من غير لبن بودره، رشه فانيليا، وضربتي في الخلاط على معلقه زيت في معلقه يعني برضه حوالي نص كوبايه زيت او ربع كوبايه زيت، هيطلع معاكي صوص شوكولاته تحفه 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 تحفه. انا قلتلك ميه للشوكولاته دي ولا لبن؟ لو انا قلت ميه فهو لبن، ها مش ميه. ايه بقى تاني؟ يعني جربي اعملي الحاجات دي في البيت، جربي. في حاجات كتير قوي بتتعمل في البيت. ممكن تقدري تعملي كيكايه في البيت، بسبوسه، كنافه، جلاش. الحاجات دي بدل ما تشتريها من بره اعمليها في البيت. يعني مثلا لما تجيبي الطمين كده، خليكي ست بيت شاطره كده، اعملي ايه؟ هاتي كيس سكر وحطي عليه لتر ميه عليه نص ليمونه وحطيهم على النار، هيتعملوا ويبقوا شربات ما عندك تحفه تحفه تحفه، على رشه فانيليا. وعبيهم بقى في برطمان في ازازه في ايا كان هو ايه، وحطيه في التلاجة. كل ما تعوزي تعملي حاجه حلوه، عندك الجلاش هتجيبيه من السوق الورقه ب10 جنيه، هتروحي ايه فردة الجلاش في الصينيه، وعندك الشربات عاملاه الجلاش يطلع تحطيه في الفرن، يطلع من الفرن حطيه عليها ايه شربات. هيبقى حاجه حلوه دي ولا لا يا متعلمين يا بتاعه المدارس؟ ولا نروح نجيب ب10 جنيه جلاش قد كده من بره؟ ده بيديكي ايه اصلا؟ بيديكي 3-4 قطع ب10 جنيه. طب احنا نعمل في نفسنا كده ليه؟ بلح الشام ده بيتعمل في البيت، زلابيا بتتعمل في البيت، كل الحلويات دي بتتعمل في البيت. الخطأ الثامن بقى او العادة الثامنة اللي هي ايه؟ الاشتراكات الشهرية المنسية. اللي هي ايه يا غالية؟ اللي هي بقى نتفليكس، تطبيقات مش عارفة ايه، جيم بدفعله في الشهر، مودية العيال كاراتيه وما بيروحوش. الحاجات دي كلها راجعي كل استخداماتك. اي حاجة بتدفعي لها كل شهر وبننسى نستخدمها يبقى بنقص منها. بنشترك فيها ليه وندفع فلوس ليه واحنا فلوسنا كتير يعني؟ راجعي الاشتراكات كل شهر، وقفي اي حاجة مش بتستفادي منها. مش هطول عليكي في النقطة دي، انت فاهماها كويس قوي. احنا مش هنروح نرمي فلوسنا على الارض، احنا نستفاد من الفلوس، من كل جنيه معانا نستفاد منه. اديكوا شايفين الجنيه ما بيجيش بالسهل. الخطأ التاسع بقى او العادة التاسعة اللي هي ايه؟ عدم التخطيط للمصروف. احنا ماشيين كده جهجهون يا عم، واحنا كده ايه 100 فل و14. لا انت كده ما تعرفيش حاجة، انت لازم فعلا تبقي 100 فل و14 بحق وحقيقي، تبقي امرايه كده، حاجه كده مسكره كده، تتاكلي اكل كده مش عارفين ياكلوكي كده من حلاوتك كده ولا من شطارتك كده ولا من جمالك ولا من نظافتك. اعملي ايه؟ من غير خطه المصروف هيطير مهما كان كبير. جربي تقسمي الميزانيه كده وشوفي هيحصل ايه. يعني 50% الاحتياجات الاساسيه، 30% حاجات ترفيهيه، 20% ادخار او طوارئ. زي ما قلت لكم برضو في الفيديو من اوله والفيديو اللي قبليه، تسمعوا الفيديو اللي قبليه عشان تعرفوا الدنيا ماشيه ازاي، حتى لو مبلغ بسيط. الفكره في الالتزام مش في الرقم. الخطأ العاشر بقى او العاده العاشره اللي هي ايه؟ تجاهل التوفير. ناس كتير تقولك احنا فين وفين التوفير، احنا فين والتوفير فين،
هو احنا معانا فلوس؟ ده احنا اللي جاي على قد اللي رايح، مش مكفي اصلا. ده احنا مش هنقعد بقى نقدم شهادات فقط. احنا كده نخلينا في الواقع. انت كده تعملي من الجنيه ده 10 ازاي؟ معرفش. معرفش. كتير بيقولك انا مش قادر اوفر، لكن التوفير مش لازم يكون مبلغ كبير. ممكن تبدأي ب10 جنيه في اليوم، مع الوقت هتتفاجئي بالنتيجة، والله العظيم هتتفاجئي. شوفي 10 جنيه في اليوم ده يعني 300 جنيه في الشهر، يعني شوفي في السنة بقد ايه. فجربي ومش هتخسري. يعني 3 في 12 اللي هم 300 في 12 شهر هيعملولك كام؟ هيعملولك 3600. يعني انتي في سنة لو شلتي كل يوم 10 جنيه في سنة هيبقى معاكي 3600. طب انا لو اتجدعنت شوية يوم بقى زودتي فيه 5، يوم زودتي فيه 2 جنيه، يوم زودتي فيه جنيه، هيتقفلوا معاكي ان شاء الله ل5000 جنيه. يبقى انتي عملتي في سنة 5000 جنيه شلتيهم. واخدين بالكم؟ النقطة دي مهمة جدا. صلوا على النبي يا بنات وقولولي انتوا بتعملوا اني عادة من العادات ال10 دي. فكري كده كم عادة من دول بتعمليهم من غير ما تحسي، واكتبي لي تحت في الكومنتات انا بعمل العادة دي، عشان اشوف اكتر عادة بتعملوها ايه واعمل لكم فيديو عليها لغاية لما نبطل نعملها. ولو قدرتي تتخلصي من 3 أو 4 عادات هتلاقي فرق كبير جدا في مصروفك. في الميزانية أصلا مش حرمان، الميزانية تنظيم. وصدقيني لما تشوفي الفلوس بتفضل معاكي لآخر الشهر الإحساس هيكون راحة نفسية مش طبيعية، والله العظيم بجد. وما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك وشيري الفيديو لاخواتك ولصحابك ولحبايبك، وعشان القناة تكبر وتكبر بيكم وليكم، وعشان ايه تاني، وعشان يوصل كل فيديوهاتي الجديدة. وما تنسوش كومنت حلو كده من قلبكم او دعوة حلوة، وشجعوني عشان اتشجع انزل لكم كل جديد يخص الميزانية، يخص التدبير، يخص التحفيز. طبعا لازم التحفيز، لازم. طبعا اغلبنا نفسيتنا مش اللي هي، التحفيز ده بيرفع من نفسيتك المعنوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واستنوني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.